السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. طبعا بعد غياب كده فترة طويلة، تعالوا النهاردة نعمل حاجة بسيطة كده جميلة جدا. بصراحة عجبتني جدا، دي تعتبر ترند كده على التيك توك. انا قلت اجربها واشوف ايه هتبقى حلوة ولا ولا زي الحاجات اللي بنجربها دايما وبتطلع فاشلة. طبعا بجد يعني هي عجبتني ما شاء الله جدا. طبعا زي ما انتم شايفين هوهوز واوريو ودانت، حاجات بسيطة جدا. بصوا انا كسرت كده بس هنا الاوريو زي ما انتم شايفين. وطبعا انا الهوهوز انتي ممكن تجيبي اي حاجه، جيبي اي نوع كيك انتي عايزاه. لو عايزه كيك اللي هو بيبقى ساده تمام، عايزه كيك اللي هو بالفانيليا اوكي مفيش مشكله. انا بس بنحب الهوهوز جدا، بيحبوا اي حاجه فيها شوكليت. بصراحه كانت جميله جدا. هنا انا حطيت بس الدانت بعد ما قطعت كده الهوهوز، والهوهوز زي انتم ما شايفين كان متفتفت جدا يعني طبعا لان هما مش سايبينه في حاله اساسا. وهنا الاوريو انا كسرته حطيته كده زي ما انتم شايفين. في طريقة تانية انا هوريها لكم برضو من غير ما اكسره. هنشوف. انا هنا حطيت شوية لبن علشان بس ايه اديله كده ايه سيكة كده ان هو يبقى طري شوية مع الكيك. وبصراحة كان جميل. انا عايزة اقول لكم فعلا يا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا. ولو اولادكم يقدروا ياخدوا حاجة زي كده معاهم المدرسة، مثلا تحطها لهم في علبة صغيرة او حاجة، هتعملها لهم الصبح سهلة جدا. بدل ما تحط لهم بقى انتوا مثلا الكيكة او كده، لا انتوا تعملها لهم في علب، في علب صغيرة كده بتتباع، تحط لهم فيها وهم ياكلوها بس بالمعلقة. منها ان انتوا اكلوا دونت وكده، ومنها ان هم اكلوا الكيك اللي هم بيحبوه. هنا انا كنت خلاص بزين كده، حطيت الاوريو زي ما انتوا شايفين وكده. انا كنت خلصت اول واحد وعجبني جدا بصراحة وكان خفيف. هنا دي كيكة كده جواها فانيليا برضو. زينت بيها كده الوش من فوق. بصوا ده كان طعمه، يعني هما الاتنين طعمهم طبعا يعني حلو جدا. ده كان طعمه مختلف شوية عن التاني، ان الاوريو هنا متكسر. تعالوا نشوف التاني كده بسيط جدا. انا بحاول ان انا ايه اعمل الفيديو بسرعة عشان كده مسرعة. هو بصراحة ما اخدش وقت، هو بس التصوير. وهوريكم التانية برضو كانت ازاي، وكمان برضو خفيفة جدا. هنا بقى انا قطعته والحمد لله دي كانت ماسكة نفسها شوية. دي بقى اللي احنا زينا بيها. وعملت برضو هوز الاوريو. انا هنا المرة دي ما قطعتوش. بصوا انا هنا شايفين الهوز ما كانتش متقطعة، بس انا رحت قطعتها كده مثلثات شوية زي ما انتوا شايفين. هنا دي شوكولاتة عادية زي ماكس تيلا والنوتيلا والحاجات دي. انا حطيت لها شوية لبن وايه وقلبتها. وهنا حطيت الاوريو زي ما انتوا شايفين كده، كسرته وحطيته. بصراحة ده كان طعمه حلو جدا، يعني هو التاني حلو بس ده كان طعمه حلو قوي. علشان ايه الحاجة كده زي ما بيقولوا بطعمها، يعني الاوريو بقى مع الدانت مع الشوكليت مع الكيك، يعني لما بتاخدي معلقة كده بتحسي ان انتي واخدة معلقة من كل طعم. بصراحة كانت جميلة جدا. انا عجبني الميكس ده، ان انتي لو عندك ضيوف تقدري تعمليه بسرعة جدا ومش هياخد اي وقت. هنا خلاص انا كنت خلصت وهزينها بس كده زي ما انتم شايفين. اي حاجة انت عايزاها، مش عايز تعملي شوكليت ممكن تعملي كراميل، ده كله تجيبي الدانة كراميل وتعوضي بقى كل اللي احنا عملناه ده تغيريه بكراميل. بجد يا جماعة انا احب ان انتوا تجربوا حاجة زي كده، سريعة جدا ومفيش فيها اي وقت، واسمها ايه حالة كده بسيطة يعني. بصراحة جميلة، اتمنى انتوا تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم طبعا الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وفعل علامة الجرس عشان يوصلكم